سابت ويجز عشانه وشجعته معاها كلمة السر. رامز جلال كشف علاقتهم وتامر حسني شهد عليهم. نزل المية علشانها واللي عمله معاها خلى يكبر في نظر الجمهور. حكاية أحمد مالك وارتباطه بالفنانة هدى المفتي. هل الثنائي مرتبطين ببعض ولسه محدش فيهم أعلن؟ إيه الكلمة اللي رامز جلال قالها وكشف المستور؟ هل هدى المفتي سابت ويجز علشان أحمد مالك؟ يا ترى الاتنين هيعلنوا خطوبتهم قريب؟ يلا بينا في الفيديو ده نحكي حكاية جديدة من حكاوينا. حلقة أحمد مالك وهدى المفتي مع رامز جلال اتصدرت الترند على السوشيال ميديا، وبقى الجمهور ملوش كلام غير عليهم. النمر والأنثى دخلوا المصيادة، البت الإليت والواد الأمور زي ما قال عليهم رامز في رامز جاب من الآخر. أحمد مالك عمل حاجات خلى الجمهور يقول ده محسسنا إن هدى المفتي مراته، وعمال يحلق عليها وبيقلعها الكوتشي. ورامز جلال شكله كشف علاقتهم وقال لها حوطي على جوزك يا بت، والكلام ده خلى الناس تتكلم أكتر ما بتتكلم. في اللي قالك أحمد مالك في رامز مع هدى المفتي خباها وراه علشان رامز ما يديهاش بالمسدس زي ما بيعمل مع الضيوف، كان دايما بيحميها طول الحلقة. ولما جه نزلهم في المية مالك عرف يمسك في الكوبري جامد، وكان ممكن جدا ما ينزلش ويبوظ مقلب رامز، بس لما لقاها نزلت راح نزل علشان يلحقها، وطول الحلقة خايف عليها حرفيا. أحمد مالك جنتلمان قوي وكلنا محتاجين أحمد مالك في حياتنا، ده كان كلام الجمهور في مواقع التواصل، وفرحانين باللي عمله الجنتلمان أحمد مالك. كمان تامر حسني كشف غيرته عليها. الجمهور نشر فيديو ظهر فيه تامر حسني في مشهد من فيلم عمر وسلمى، وتعلق عليه إن ده موقف أحمد مالك من رامز جلال بعد ما سلم عليها. مش بس تامر حسني اللي جت سيرته بين الجمهور، كمان ويجز خد نصيبه من الكلام، خاصة إن ويجز كان فيه كلام إنه مرتبط بالفنانة هدى المفتي قبل كده، وبيقولوا إن هدى المفتي سابت ويجز علشان خاطر عيون أحمد مالك. في كلام إن رامز جلال قاصد يعمل الحلقة دي علشان يكشف عن علاقتهم ببعض، لدرجة إنه قال له سيب إيديها يا قليل الأدب. رامز جلال سخر من تعامل مالك مع هدى المفتي في مقلب رامز جاب من الآخر، وخلى شكلهم قدام الجمهور مش ولا بد. كمان سخر من الاتنين وقت مقدمة برنامجه، وقال النهاردة معانا ضيفين مختلفين، واحدة طالعة في كل الأعمال الفنية ولا كأنها ماسكة على كل المنتجين والمخرجين شيكات، والتاني ولا كأنك جايب ممثل انت جايب سواق ميكروباص، والاتنين مناخيرهم في السما، مش عارف ليه بيتعاملوا مع كل الناس كده. كمان رامز جلال وصفهم وهو بيقدمهم وقال معانا ومعاكم 2 نجوم في أول طريقهم، البت الإليت والواد الأمور هدى المفتي وأحمد مالك. وطبعا مالك قال إن ممكن يعمل صعيدي تاني بعد نسل الأغراب عادي جدا، ورامز جلال قال له دي تبقى كارثة سودا. السخرية كانت عالية قوي في الحلقة، إيه رأيكم انتم فيها؟ وهل هدى المفتي سابت ويجز علشان أحمد مالك؟ شاركونا برأيكم في التعليقات.